إسلاميكو. عسلامة ومرحبا بكم. كالعادة في فقرتنا اليوم باش نحكيو على موضوع جديد في المالية الإسلامية اللي هو عقود المساقات والمزارعة والمغارسة. عقود جديدة ما تعرضنا لهاش قبل، أما هيك نتعرفوا عليها مع بعضنا. نبداو بعقد المساقات. المساقات هي من العقود اللي تعامل بها المسلمين قبل من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هي عبارة على تقديم أشجار مغروسة معلومة لها ثمر مأكول لمن يعمل عليها حتى تبلغ تمام نضجها مقابل جزء معلوم من ثمرها. شو معناها الكلام هذا؟ معناها اللي عنده أرض فيها أشجار مثمرة ينجم يتفق مع فلاح مثلا إنه يتلاها بالشجر ويسقيهم ويعمل اللازم الكل، ومن بعد كي تنضج الثمار يتقاسموا المحصول بيناتهم حسب النسبة المتفقين عليها في بداية العقد. بطبيعة الحال المساقات تكون كان على الأشجار المثمرة، ولازم عدد الأشجار يكون معلوم للطرفين وكيف المدة، لكن غالباً تتحدد بوقت موسم جني الثمار. كان هذا عقد المساقات. مصعب كان تحكينا أنت توا على عقد المزارعة. المزارعة هي عبارة عن تقديم الأرض لمن يزرعها ويعمل فيها، ومحصول الزرع يكون بين العامل ومالك الأرض. لهنا نحكيو على صاحب أرض زراعية يعطي أرض الفلاح باش يزرعها ويتلهى بها، ومن بعد كي ينضج المحصول الزراعي يتقاسموه حسب اتفاقهم في أول العقد. المزارعة مثلا تكون في المحاصيل الزراعية كالقمح والشعير وغيره. في العقد هذا لازم يتم تحديد جنس الزرع، قمح، شعير، ذرة، وشكون اللي باش يزرع، خاطر ينجم صاحب الأرض هو اللي يشري البذور والخدمة فقط تكون على الفلاح، وإلا الفلاح هو اللي يتكفل بالبذور والعمل مع بعضهم. نتعداو معاك ياسمين العقد المغارسة. المغارسة هي تقديم أرض ما فيهاش أشجار لمدة معلومة لشخص باش يغرس فيها أشجار، ومحصول الثمار يتقسم بيناتهم. مثال: صاحب أرض صالحة لغراسة الأشجار يقدم أرضه الفلاح باش يغرس فيها. بعد ما تكبر الأشجار وتثمر يتقاسموا ثمارها حسب النسب المتفق عليها في العقد. وهالمغارسة تتم على الأشجار اللي تدوم كيما النخيل والزيتون، وفي العقد متاعها لازم يتذكر فيه شنو نوع الأشجار وقديش المدة وكيفاش التقسيم. ملاحظة مهمة لازمنا نقولوها إنه المغارسة هذه لا تجوز في أرض موقوفة. أما السؤال المطروح ياسمين هو العقود هذه اللي ذكرناها الكل، مساقات ومزارعة ومغارسة، معمول بها في المصارف الإسلامية ولا؟ العقود هذه موجودة صحيح في المصارف الإسلامية لكن بقلة، وأكثر الدول اللي تستعملها هي الدول اللي اقتصادها متركز على الفلاحة كما مثال السودان، وين نلقاو المصارف الإسلامية تشري وإلا تستأجر أراضي ومن بعد تقدمها للفلاح بغرض المغارسة وإلا المزارعة وإلا المساقات. وفي المغارسة صفة المصرف هي مالك الأرض، والفلاح هو الغارس اللي عنده الخبرة وعليه الخدمة. وكما قلنا الساعة المحصول يتقاسموه حسب اتفاقهم في أول العقد. نفس الشيء في المزارعة، الفلاح يزرع، وفي المساقات الفلاح يسقي ويتلهى بالأشجار. لهنا حكينا على تقسيم المحصول، ولكن لا قدر الله المحصول هذا صارت له حاجة، شكون يتحمل الخسارة هذه؟ في الحالات هذه ديما نرجع لمبدأ مهم في المالية الإسلامية اللي هو تقاسم الربح والخسارة، والقاعدة الغنم بالغرم. لذا المصرف الإسلامي اللي باش يدفع فلوسه ويقدم الأرض، والفلاح اللي يقدم جهده وتعبه، إذا تعرضوا لخسارة يتقسموها. نقصدوني المصرف يخسر إنه قدم منفعة أرضه، والفلاح باش يخسر جهده وتعب سنين، هذا إذا مثبتش تقصير من الفلاح. كانت هذه فقرة اليوم من إسلاميكو، كنا فيها على 3 عقود تنجم تكون الحل لمشاكل القطاع الفلاحي في بلادنا، كما تنجم تكون زادة حل لمشكلة البطالة، وبالتالي تطبيق العقود هذه باش يأثر إيجابيا على التنمية الاقتصادية في بلادنا. موعدنا يتجدد إن شاء الله مع موضوع جديد في المالية الإسلامية. كان معاكم مصعب رباحي وياسمين بن ضو. في أمان الله.